النهاردة بنغوص في سؤال كده، يعني بيحير ناس كتير بالذات اللي لسه متجوزين قريب. أيوه. إزاي يعني اختبار الحمل يبقى إيجابي بعد أسبوعين جواز مثلا، والدكتور يقول ألف مبروك أنت حامل في شهر كامل؟ حتّة الشهر ده جه منين دي؟ بالظبط، الشهر ده جه منين؟ المصادر اللي معانا النهاردة بتحاول تفك اللغز ده. هي فعلًا نقطة مهمة وبتعمل لخبطة جامدة. السر كُلّه في طريقة الحساب. إزاي؟ بُصّي، الدكاترة مش بيحسبوا من يوم ما حصل التلقيح، لأ، الحساب بيبدأ من أول يوم في آخر دورة شهرية جات للست. أول يوم في آخر دورة؟ أيوه، فده معناه إن أول أسبوعين في الحساب ده بيكونوا أصلًا عدّوا قبل ما يبقى في حمل بجد. يا خبر، يعني الأسبوع الأول والتاني دول في الهوا محسوبين بس مفيش جنين؟ بالضبط كده. هم بيضيفوهم للتقدير عشان أغلب الستات بتفتكر تاريخ الدورة أسهل بكتير من إمتى حصل التبويض بالظبط. دي طريقة عملية أكتر يعني. تمام، تمام. طب والحمل الفعلي بقى، يعني التلقيح والبويضة وكده، ده بيبدأ إمتى في الحسبة دي؟ الحمل الفعلي بيبدأ مع التبويض لما البويضة تخرج وبعدين الحيوان المنوي يلقحها، وده غالبا يعني في المتوسط بيحصل بعد حوالي أسبوعين 14 يوم كده من بداية الدورة. يعني نقدر نقول مع بداية الأسبوع الثالث في الحساب بتاع الدكاترة. بداية الأسبوع الثالث، تمام. وفي نقطة مهمة كمان المصدر بيوضحها، اللي هي؟ إن الحيوان المنوي ممكن يعني يعيش جوه جسم الست يومين 3 مستني البويضة. فعلا؟ مش لازم يعني العلاقة تحصل يوم التبويض بالملي؟ لا مش شرط خالص. عشان كده النصيحة الطبية عادة بتكون إن العلاقة تكون منتظمة، مثلا كل يومين 3، بدل ما تبقى كأنها واجب بيتعمل في يوم معين بالظبط. ده بيعلي الفرصة أكتر. منطقي جدا. طيب، حصل التلقيح في بداية الأسبوع الثالث ده، إيه الخطوة الجاية؟ هنا بقى بتبدأ الرحلة العجيبة دي. البويضة اللي اتلقحت، اللي هي بتكون لسه مجرد يعني شوية خلايا صغيرة قوي اسمها بلاستوسيست، بلاستوسيست، تمام. دي جواها بداية كل حاجة. جزء منها هيكبر ويبقى الجنين، وجزء تاني هيعمل المشيمة. المشيمة اللي بتغذي البيبي. تمام. والرحلة دي لحد ما البلاستوسيست دي تثبت نفسها وتنغرس في بطانة الرحم، ده بيحصل غالبا في الأسبوع الثالث برضه. وهنا بقى يجي دور الهرمونات واختبار الحمل. بالظبط. أول ما يحصل الانغراس ده، المشيمة اللي بتتكون دي بتبدأ فوراً تنتج هرمون الحمل اللي هو ال HCG. الهرمون اللي بنقيسه في الاختبار. أيوة هو ده، اللي اختبار البول أو الدم بيكتشفه ويدي نتيجة إيجابية. والهرمون ده ليه شغلانة تانية مهمة جدا في الأول، إيه هي؟ إنه زي ما يكون بيبعت إشارة للمبايض يقول لها خلاص حصل حمل، وقفي إنتاج بويضات جديدة وكملي في إنتاج هرمون تاني مهم اسمه البروجستيرون. البروجسترون ده بتاع تثبيت الحمل؟ بالظبط، هو اللي بيحافظ على بطانة الرحم قوية ومستعدة للجنين، وبيمنع انقباضات الرحم، وطبعا بيوقف الدورة الشهرية. طيب، في الفترة دي اللي هي نهاية الأسبوع الثالث وبداية الرابع، هل الست بتحس بحاجة، أعراض معينة؟ مم، ممكن، بس مش دايما ومش كل الناس. المصدر بيقول إن بعض الستات ممكن تلاحظ نقط دم خفيفة قوي، بيسموها دم الانغراس. لما البويضة بتثبت نفسها. أيوة، أو ممكن شوية مغص خفيف، إحساس بالانتفاخ، إرهاق زيادة عن اللزوم، أو الثدي يبقى حساس شوية. بس بصراحة الأغلبية العظمى يعني مش بتحس بأي حاجة مميزة خالص قبل ما ميعاد الدورة الطبيعي يفوت. يعني كل ده بيحصل والجسم لسه يعني معلنش رسميا. طب وحجم الجنين في الوقت ده بيكون قد إيه؟ بيكون لسه صغير جدا جدا. في نهاية الشهر الأول ده، يعني آخر الأسبوع الرابع بالحساب، بيكون تقريبا قد حبة الخشخاش، صغير قوي. لا يرى بالعين تقريبا. طيب، بما إن الفترة دي حساسة قوي كده وفيها كل التأسيس ده، إيه أهم النصايح اللي المصدر بيركز عليها؟ في كذا نقطة أساسية جدا ومهم نأكد عليها. أول حاجة وأهم حاجة فعلا، حمض الفوليك. أيوة، ده بنسمع عنه كتير. لازم أي واحدة بتفكر في الحمل أو بتخطط له تبدأ تاخده، الأفضل حتى قبل ما تبدأ تحاول تحمل، أو على الأقل أول ما تعرف إنها حامل فوراً. والجرعة؟ الجرعة المعتادة 400 مايكروجرام كل يوم. أهميته رهيبة في إنه بيقلل جدا خطر تشوهات الأنبوب العصبي للجنين، ودي بتحصل بدري قوي في الأول. يعني التحضير من قبلها مهم. طيب، نقطة تانية بتقلق ناس كتير، الأدوية. لو واحدة بتاخد دواء لمرض مزمن. دي نقطة المصدر بيحذر منها بشدة.
غلطة كبيرة إن حد يوقف دواء مهم زي بتاع الضغط أو السكر مثلا من نفسه أول ما يعرف بالحمل خوفا على الجنين. أما تعمل إيه؟ لازم استشارة الدكتور فوراً. فوراً دي أهم كلمة. هو الوحيد اللي يقدر يقرر الدواء ده أمان ولا لأ، ممكن يغيره بنوع تاني، يظبط الجرعة. صحة الأم أساسية، وإهمال مرض مزمن ممكن يكون أخطر بكتير من الدواء. صح. ونفس الكلام ينطبق على أي أدوية جديدة طبعاً. ما ينفعش تاخد أي حاجة من نفسها حتى لو فيتامينات زيادة أو أعشاب، لازم كله تحت إشراف طبي. أكيد أكيد. طيب والنقطة الثالثة اللي هي نمط الحياة بشكل عام، الأكل والشرب والحركة. طبعاً الحمل ده فرصة حلوة قوي إن الواحدة تراجع عاداتها. يعني لو بتدخن لازم توقف فوراً، أي مواد ضارة تبعد عنها تماماً، تهتم بأكل صحي متوازن، بروتين، خضار، فاكهة، حبوب كاملة، تشرب مية كفاية، ولو في إمكانية تمارس رياضة خفيفة آمنة بعد ما تسأل الدكتور. الجسم بيبني حياة جديدة، محتاج وقود ودعم كويس. تمام. والنقطة الأخيرة بقى اللي يمكن بتتنسي وسط اللخبطة والقلق ده كله. الدعم النفسي مهم جدا. التغيرات الهرمونية دي ممكن تعمل تقلبات في المزاج وقلق. دور الزوج والأهل مهم قوي في إنهم يقدموا الدعم والتفهم. فعلا. المصدر كمان بيأكد إن لو أمكن الزيارة للطبيب حتى قبل التخطيط للحمل مفيدة جدا، عشان التقييم العام، نطمن على الضغط والسكر، نراجع التاريخ المرضي، وناخد أي تطعيمات مهمة. واختبار الحمل نفسه، الأفضل دم ولا بول؟ اختبار الدم طبعا أدق وبيقدر يكشف الحمل بدري شوية عن اختبار البول المنزلي. الأفضل يتعمل بعد ما الدورة تتأخر. يبقى كده خلاصة رحلتنا في المصادر دي إن الشهر الأول اللي بنحسبه ده، اللي تقريبا نصه بيعدي قبل ما يبقى فيه حمل فعلا، هو مرحلة تأسيس خطيرة جدا بتحصل في صمت. عملية بيولوجية دقيقة ومعقدة جدا. والاستعداد ليها مش بس بالنتيجة الإيجابية، لا، ده بيبدأ قبل كده بالصحة العامة وحمض الفوليك ومراجعة الدكتور. بالظبط. وده يخلي الواحد يفكر في حاجة أعمق شوية، مش كده؟ زي إيه؟ يعني إزاي عملية بالتعقيد الرهيب ده بتحصل غالباً من غير ما نحس بيها خالص في الأول؟ وإيه ممكن نتعلمه من ده عن أهمية الأساسات اللي مش بنشوفها؟ الأساسات اللي بتتكون في هدوء لكن بتكون حاسمة لكل اللي بتبني عليها بعد كده في حياتنا. نقطة كده للتفكير.